مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. سقط منتخب موريتانيا بهدف قاتل في آخر أنفاس المباراة أمام منتخب بوركينا فاسو في أولى جولات المجموعة الرابعة، وسجل هدف المباراة الوحيد للخيول اللاعب بيرتران تراوري بعد أن احتسب الحكم المغربي جلال جيد ضربة جزاء للبوركينابيين في الدقيقة 90. وبهذه الخسارة يتديل المرابطون ترتيب المجموعة الرابعة، في حين تصدرت بوركينا فاسو المجموعة، وذلك بعد تعادل الجزائر وأنغولا يوم أمس. وتستمر مفاجآت كان الكوت ديفوار، حيث حقق المنتخب الناميبي انتصارا تاريخيا على حساب منتخب تونس بهدف ل0. هدف سجله اللاعب ديون هوتو في الدقيقة 88، ويعد هذا الانتصار هو الأول لناميبيا في تاريخ مشاركتها في كأس إفريقيا. والآن إلى أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث يستهل أسود الأطلس مشاركتهم في كأس إفريقيا للأمم يوم غد الأربعاء أمام منتخب تنزانيا، وتفادي أي مفاجأة قد تخلط أوراق الناخب الوطني وليد الركراكي، الذي تحدث اليوم خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة عن أهمية الفوز في أول ظهور في المنافسة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يبحث أسود الأطلس في مشاركتهم 19 في نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار عن فوزهم 30 عندما يواجهون منتخب تنزانيا يوم غد الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة. وكان الفريق الوطني خلال مشاركته 18 السابقة بين 1972 و 2021 قد لعب ما مجموعه 70 مباراة، حقق خلالها 29 فوزا و22 تعادلا، فيما خسر في 19 مباراة. وكان آخر فوز حققه المنتخب الوطني في نهائية الكان خلال دورة الكاميرون 2021 على حساب منتخب مالاوي بهدفين لهدف واحد في الدور ثمن النهائي، قبل أن يغادر على يد منتخب مصر في الدور ربع النهائي. وضمن استعدادات الفريق الوطني لمباراة تنزانيا يوم غد الأربعاء، أوضح نجم المنتخب المغربي أمين حارث خلال الحصة التدريبية التي خاضها أسود الأطلس يوم أمس الاثنين بأن تحضيرات المنتخب المغربي بسان بيدرو تمر في أجواء جيدة، مشددا بأن العناصر الوطنية تتدرب بمعنويات جد مرتفعة. وخلال تصريحه لموقع الجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم، أكد حارث بأن التحضيرات تمر في ظروف جيدة، وأن ودية سيراليون منحت الفريق الوطني الثقة، مبرزا أن القدوم باكرا إلى كوت ديفوار كان جيدا للتأقلم مع الجو، خاصة وأن معظم اللاعبين يمارسون بأوروبا. وتابع حارث: رغم بعدنا عن الجماهير نحس بدعمهم لنا، سنحاول إدخال الفرحة على مغاربة العالم إن شاء الله. وخلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قبل مواجهة تنزانيا أن المباراة ستكون مختلفة عن سابقتها، والمفاجآت التي عرفتها بداية هذه النسخة أعطت فكرة مهمة وستساعد كثيرا قبل مواجهة تنزانيا. بالمقابل ستحفز تنزانيا لتحقيق نتيجة إيجابية بالنظر إلى منتخبات مثل موزمبيق والرأس الأخضر التي تمكنت من تسجيل نتائج إيجابية. وننهي حلقتنا لهذا اليوم بأبرز مباريات يوم الغد من كان الكوت ديفوار. إلى اللقاء.